لطالما أثرت الحضارة المصرية القديمة العالم بمعابدها المهيبة ومقابرها الغامضة، لكن الحياة اليومية لملوكها خاصة في قصورهم كانت جانبا خفيا ومشوقا. معرض قصر الملك أمنحتب الثالث في المتحف المصري بالتحرير هو نافذة استثنائية تفتح هذا الباب على مصراعيه. افتتح الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسيد أندرياس فيلر رئيس قسم الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية في القاهرة معرضاً دائماً جديداً بالمتحف المصري بالتحرير يضم مجموعة فريدة من اللوحات الجدارية التي عُثر عليها في قصر الملك أمنحتب الثالث بمنطقة الملقطة غرب مدينة الأقصر في أواخر القرن التاسع عشر. وتعرض هذه المجموعة من الجداريات لأول مرة مجتمعة في مكان واحد بالمتحف، وذلك بعد ترميمها بالتعاون مع جامعة ميونخ وبتمويل من مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة، حيث أنها كانت تعرض متفرقة بعدد من قاعات العرض بالمتحف.